فين هو القانون بنت القحبه اللي باغا تهضري معايا فيه وانت جيتي وقلتي لي غنقتل دين امك بالقرطاس؟ معيور وبنت القحبه راه انت قلتي لي غنقتل امك بالقرطاس. اذا باها شكون قتلو؟ اذا المخترع بن شقرون شكون قتلو؟ اذا بن بركه شكون قتلو؟ اذا انتم ولاد القحاب القتاله، النظام ديال القتاله الله ينعز من البوك. وترجعنا للاقتلاع بنت القحبه. الجزائريين شهدوا عليك بنت القحبه والعالم كامل وبوليزاريو بانك انت كتنتمي للنظام كيقتل وكيدير التصفيه والاغتيالات بنت القحبه. تعلمتي من الموصاد بنت القحبه، تعلم من الموصاد سياسه الاغتيال بنت القحبه. تتقولي لي غادي لا نقاش مع ولاد القحاب، لا نقاش مع العبيد، مادام القضيه فيها السلاح وما كاين السؤال هو السلاح والتصفيه والقتل. بما انكم وصلتوا كتهددوا بالقتل دليل على انكم فشلتم في النقاش، والسلاح الوحيد اللي قال لكم هو السلاح. السلاح ديالكم هو السلاح. الجزائر الله ينعل العبيد. هو هذا الملك مسكين، هو هذا الفلوس اللي عنده. بغيت نسولكم واحد السؤال، علاش الجزائريين ما كيهدوش بعضياتهم بالسلاح؟ وقولي الحقيقه. وعلاش الجزائريين ما كيعايروش بنات الجزائريين ما كيهدوش بعضياتهم بالسلاح؟ علاش؟ وما كيعايروش بنات باش تعرفوا كتعترفوا بان النظام قتال ودباح، ما كيعايروش بنات النظام سنوات الجمر والرصاص مازال ما ساليناش منها، باقيين كنعيشوا سنوات الجمر والرصاص. اذا ديك اللعبه ديال الانصاف والمصالحه كانت مجرد لعبه باش ينسوا المغاربه باش الملك يثبت الحكم ديالو. مازال كيصيفطوا لنا العبيد ولاد القحاب الحفاده ديال الشكامه وديال الباشا القلاوي القواد الكبير اللي كان كينحس. علاش الجزائريين ما كيعايروش بناتهم؟ علاش السعوديين عمرهم ما كيعايروا بناتهم الا المغاربه؟ واحد جوج كلمه قحاب ام شنطه قحاب. شوف ياك انت امك مغربيه واختك مغربيه. انا سولت سؤال واحد، غنزل من الله فين شوف غنبدا نفهموا هاد المواقف والله العظيم لا تجيني فيا. شوف انا سولت سؤال واحد عطينا المواعيد اقول لنا شكون حوار، الانسان المؤدبه وعايره تكون في الحد الان ما عايرتكمش لحد الان. شوف مصباح هو كيصدق في الوالد ديالي في الوالده ديالي ما عرفوش. انت هددتي الراجل كتقولي له نقتلك بالقرطاس، كيفاش بغيتيه يسكت؟ كيفاش بغيتينا نحترموك وانت باغي تقتلينا الراجل اللي كنشمو فيه ريحه الرجوله في البلاد؟ انت باغي تقتليه. عندي ولادي. عندك ولادك وانت مالك؟ عندي ولادي ما باغاش واحد يجي يمزق لي بلادي اللي انا. شكون باغي يمزق بلادي؟ حنا بغينا يجي واحد امي جاهل فاشل ما كيعرفش الف من الزرواطه تفرق بين اليمين والوسطى. دابا كيهضر على بالبركه حتى حتى نقول له غير باغيه تحمي الثروه ديالك، يعني ما كيهمكش الانسان المغربي الفقير. انا انسان اللي كيعطي الضرائب، انا من الطبقه المتوسطه، انا اللي كنعطي الضرائب. انا خاص اكثر ملي كتجي وكتلقاو لي حنا ما كنعطيوش الضرائب، حنا كنعطيو الخرع. حنا ما كنعطيوش الضرائب، حنا كنعطيو الخرع. ياك انت كتعطي الضرائب، حنا شنو كنعطيو؟ اوروبا كتكرع فمو ولا وقع له مشكل. شكون اوروبا؟ حنا عايشين في المغرب، حنا عايشين في المغرب، حنا ما في اوروبا ما حتى لعبه، حنا عايشين في المغرب. ديمقراطيه، ديروا معارضه، ديروا حزب وديروا انتخابات. لعبوا العرع عليا الا ما كانش عندكم ان بروغرام وما نتاخبش عليكم. مثلا انا ديروا الحزب ديالكم وديروا ان بروغرام بحالكم بحال الناس بحال الاوروبيين بحال الامريكيين. هذاك اللي قال لي عايش في القرامه انت عايش في اوروبا، انا اقسم بالله لا عايش في المغرب في وسط المغرب. معارضه علميكا واخويا دير لنا شي حزب ديالك ودير شي برنامج وقعنا وننتخبوا لك كيما انتخبنا على العداله والتنميه، كيما انتخبنا على السنوش، كيما نحاربوا الفساد والظلم والعبوديه. الدراري ترقاو شويه الله يسهل عليكم. ما كاينش انت اللي ترقاي واش في المغرب كيهزوش على صافي دوك انا سمعت هذا النهار عرفتي هشام صافي عيرتوني غنقول عرج غمض الماء وغنقول نتوما في الثلاثينات مازال الدنيا ما فهمتوهاش. يلاه امسيه سعيده. قولي لنا الحقيقه شكون حواك؟ امسيه سعيده هشام حتى من بعد صافي وصحة والراحة. شوف إذا كتدافعوا عن الوطن هشام والله العظيم طيبة الحريرة والشباكية كنت في المغرب كنعطيك الحريرة والشباكية تحشيهم ياك. المهم شوفي قولي لنا الحقيقة. تحشي الحريرة بغينا نعرفوا والله إلا عندي الحريرة والشباكية قولي لنا الحقيقة وعندي بسيطيلات.
وحق الله العظيم. نقول لنا الحقيقه، هذا هما رحمة الوالدين. شوف ولكن ان شاء الله في عام. مرحبا بك يا هشام، يلا بيسو. قولي لنا الحقيقه الله يرحم الوالدين. ماذا بك تقولي لنا الحقيقه، شكون اللي كواك؟ الله يرحم الوالدين. الله يستر عليك الله يستر عليك. غادي ديري له السم غادي تنتقمي منه. شوف اخويا هشام، انا كيقول لك واحد الحاله، واحد الخطاب ملكي شي قال لهم: اني اتساءل مع المغاربه اين الثروه؟ والسيد مسكين قصتو الزهايمر ما عرفش فين دار الثروه. انا نوري له فين الثروه اخويا هشام. الثروه راه في سويسرا. انا ماذا بينا هاد الاحرار هادي كون نجتمعوا نهجموا على سويسرا نقول لهم عطيونا الثروه ديالنا، راه المغاربه راه بغاو الثروه. فهمت كيفاش؟ السيد قاسو الزهايمر ما عرفش فين دار الثروه ودرها. اين الثروه؟ راه الثروه راه في سويسرا. راه خصنا حنا اللي راه المهاجرين اللي في اوروبا خصنا نمشيو لسويسرا نديروا شي مظاهره قدام البنك السويسري نطالبوا بغينا رزقنا. فهمت كيفاش؟ هذه اي مغربي انا بغيت نمشي، والله الا بغيت نمشي تما واخا نمشي بوحدي لسويسرا تما نزقي عطوني رزقي. يا ودي يدبروا علينا نخرجوا من هاد الزريبه صاحبي، رانا غادي نطرطق لنا شي عرقنا في الراس. فوالا ماشي يدبروا علينا نخرجوا من هاد الزريبه صاحبي. عاش الكرامه، عاش الكرامه. اسمح لي درك هاد العياشه نفس الديسك كيدور، نفس الكاسيطه كيطلع واش كيبغي، كيقول لك زعما الى طاح الملك غتولي بحال سوريا ولا غيطردوا لنا حرب اهليه، نفس الديسك. فهمت كيفاش؟ درك المشكل هاد العياشه اللي هنا برا ما عقوش باللي ان العياشه اللي في المغرب راهم عاقوا دركي. انا كنشوف دركي في الصفحات نتاع العياشه اللي كاينين في المغرب مشاو له اتاكيو دركي، ولاو اتاكيو ابو زعيطر. كيقول لك ابو زعيطر راه مهدد بالاعتقال. غتدبر لنا هشام شي كونطرا ب 8 المليون 9 المليون. الا كانت شي حاجه اخويا والله شاهد على ما اقول الا بالمجان. والله شوف والله عالم على ما اقول، والله ما تندير داكشي. تنتعاون مع الناس. انا بعدا هذا قاعده فيا، تنتعاون مع المساكين. تعاون مع مخك، تعاون مع مخك الشارف الهارف، تعاون مع مخك الشارف الهارف. الشارف الهارف الشارف الهارف الشارف. أسأل الله يعطي الله عليكم يا أعداء الله يا ولاد الحرام، يا ولاد الحرام يا أعداء الله. الملك ديالك الله ينعلكم، الله ينعلكم بالواحد، الله ينعلكم بالواحد. هذاك الشيء اللي راكم باغيينو عمرو ما يحصل، عمرو ما يحصل. تعيشوا كي الكلاب، تعيشوا كي الكلاب وتموتوا كي الكلاب، تعيشوا كي الكلاب وتموتوا كي الكلاب، تعيشوا كي الكلاب وتموتوا كي الكلاب. واش تعرف ابو زعيطر بعدا ما تعرفيه؟ مدفونين في بلادات الناس، تعيشوا كي الكلاب وتموتوا مدفونين هذاك بو زعيطر هو اللي دار الكمرول، هو اللي دار الكمرول. الشارف العارف، الشارف العارف، الشارف العارف، بلاتي هذاك هو اللي دار الكمرول. الشارف العارف. العياشه الزوامل، العياشه ولات كتصيفطوا لنا القحاب الشارفات. روح شوف كمارتك، روح شوف كمارتك في المرايه كي داير. هذه الرجله ديالكم الزوامل ديال العياشه ولاد القحاب ولاتو كتصيفطوا لنا الشارفات صافي. هذا هو الترجليد ديالكم اللي كتصيفطوا لنا الشارفات. الله ينعل التصيله دمكم يا ولاد القحاب. فين هي امير المؤمنين؟ ما كيقول لكم سميتو ولوا امرهم امراه، ما عرفتش يقولوا ليها راه كاع مع هذا السبان التمثاليه حتى الدين التمثاليه هذوك اللي ما فلاح قوم ولوا امرهم امراه. مطلعين لي ولاد القحاب الشيبانيات. الله ينعل القحاب منكم. شوهتوا بتاع عياشيت يا ولاد القحاب، شوهتوا بتاع عياشيت. كانت تاع عياشيت في زمان كانت عندها رقي، وليتوا ولاد القحاب كتصيفطوا لنا الشروطيات. شارفه دين ما باقي لها السبت والحد كتقول لك عندي ولادي. انت مطلق باش تعلمي ولادك كتعلمهم تقوى ديك. علاش كنقول علاش كثروا عندنا الزوامل؟ شوف كي دايره، شوف مطلق كيفاش كتهضر. الله ينعل والديك. علاش العياشه مع ولادهم كيتسابوا وحدهم ولادهم. واش ابو زعيطر هذا كيهضر في ترمتو، هذا خايف المراه ديالو. بلاتي هذا خايف المراه ديالو ولا تضربو. هذا خايف المراه ديالو. شو كيهضر؟ شو غوت ولد القحبه انت بعد راجل كيخاف من مرتك. شو كيهضر؟ شو الله ينعل والديكم، الله ينعل دين امتكم يا ولاد القحاب، الله ينعل والديكم. عندك نعيمه ما تضربينيش. لا نعيمه حيدي الصنداله، نعيمه لا
صديقه قلت لك اخر مره غنضربهم خلي هاد الصديق هذا راه فقسني ايوا هو تا ولد القحبه وغوت الله ينعل الله ينعل الزمن اللي عطاك كيهضرك على دابا غندير مع هاد القراوي اش غندير معاهم تلقيني على صديق تلقيني عليه نايمه خليني خلي مرتك الله ينعلك لا اله ديال امك الصديق واش كتسمعوا اش كيقول نايمه راه واقفه عليه في الصنداله كتقول لي وياك وتغوت وياك والله يمك تنبيت في الطوموبيل والله لا تحيه تفو والله او مسخوا شو كيولد القحاب كيمدلوا لي شو كيمدلوا لي شو نيك طامر تو المون نيك طامر الفرنسيه وتغوت وليدي وتغوت اش غدير لك الفرنسيه انا ما شوف انا ما كان السلام عليكم السلام عليكم تصدق الله يكرمك قرا الله ينهار اول مره العيب والله ما ديالكم عرفتي العيب ديال من ديال باواتكم الزوامل نهار بغاو يحولوا القحاب ديال مواتكم ما داروش بروتكس العيب ديال باواتكم الزوامل ولا شوف نهار بغا ينعس معهم القحبه ما دارش بروتكس باش تخرج لينا انت هود القحبه هود القحبه مقرد طلع انا يدير فيها وطني يعني كنت بلاتي الصديق بلاتي اسكت اخويا اسكت اخويا اميني اسكت ولا ربطك وانتم يا ولد امين اسير جيب اختك بالساعه ودنيا سير نزل الزمان نعيمه انا خايف من نعيمه ما بغيت تسكت خايف من نعيمه لا اخي اللي طلع اش دار المشى ولا ما عجبكش السلام عليكم هذا هشام شو اسمح لي الصديق راني طالع ضد فيك هذا النهار خلينا نهضروا مالكو كاع بانت لكم في الصديق هذا النهار ولا مالكو واش كاع تسنى الصديق مور العيد شوف راه عندي الواتساب ديالك مور العيد ان شاء الله بواحد السيمانه غادي نجي نبوس لك راسك غادي نجي البني ملان نبوس لك راسك على هذا الشيء اللي طارق لي في العياشه الله يعطيك الصحه خويا هشام اول مره كنطلع عندك يمكن ما تعرفنيش اين راس غتبوسو بعدا اين راس غتبوسو الراس ديال غتبوسو ليه شوف نبوس له الراس ديالو انا حيت غنعيد العياشه اول مره غنعيد انايا بالعيد العادي غيجي عندي واحد 4 د العياشه غنعيد بهم عنده الراس شوف الراس ديالو اللي ديما مرفوع وما عمو حطو العياشه باينه الراس اللي غتبوسو ليه باينه شوف انا راني واقيلا خلي الفوتيك ديالنا خليها ليه خليها ديالنا ودابا ما بغيتش تخليني نهضر خليني نهضر اصاحبي هضر اخويا انا واحد ناسي على دينو بحال الصديق تيقول لك ناسي على دينو اختار نهضر معاه قال فمو اود القحبه راه كنتسب الله ينعل والديك اود القحبه فاش كانوا كنهضروا في السبان راه الدماغ ديال الدين ما خصناش نخلطوه مع السبان اود القحبه حيت هكا تربينا لكل مقام مقال اود القحبه واش كتسحبني انا سياسي زامل انا كنقول لك كما قال قلوتي كما قالت جدتي وسير الله ينعل القحبه دابا ما كنديرش السياسه اود القحبه واش اللي حفات له ضربوا على اود القحبه الله ينعل والديك اسكت راه الآية دابا تفكرتها لا خير في قوم ولوا أمرهم امرأة دابا أنت تذكر غتفكر الناس قلت لك راه كتصيفط لنا الشيباني لا والو انا غنشدك انت غنعاود لك الخياطه ديال الترماجه حيت ديجا كون كنت راجل ولد القحبه الا كنت ولد القحبه راجل كون هذا الشيء اللي كديروا النظام اللي عراك ولد القحبه الخليج علاش ما كنحترمش القحبه يماكم حيت اللي معري لكم خواتاتكم وكتفطروا من الخارج ما كتولي بحال الكلب ولكن ولد القحبه حكاره كتحقروا على بعضياتكم انا غنعلم القحبه يماكم الرجوله كيف تكون انا راه نشد القحبه دمك نحويك وغنبقى نهضر على النظام وغنبقى ندوي وغنشد القحبه يماكم وغنحويكم كاملين العابين حتى نموت الله ينال العبد اللي حطك شوف انا راه بوجهي نعيمه وجدتي العشاء نعيمه هذا سيبو خبزه والعياش جيب العياش الخبز بلاتي راه الصديق راه كيسبنا طالوني والله الا يسبوا عليها راه الطاجين غيتحرق
لا كيسب عنده لي صوت الاله الزوامل والصدق شوف الصوت ديالو بحال بحال داك الطالون. ربي معاهم والله ما نيمار السلام عليكم. نيمار واش عياشه تيسبوا هشام السلام عليكم. خويا هشام السلام عليكم. بغيت نهضر معاك. فاك على قوم كي داير. والله شوف والله الا نشط معاك والله يبيض خليهم والله يبيض يا خويا هاني شوف عياشه عياشه والملك ديالهم شوف هشام هادي اللي خارج كي دار لي مكانه مع الحكايه السواد اللي خوات قال لك اسيدي النقاش راه درنا النقاش ما جاوش هذاكم منقوشه صاحبي هشام فيكساو معنا في النقاش ما جاوش صاحبي فين هو النقاش راه كاينين النقوشه العياشه شويه صاحبي بلاتي ما سمعتوش اش تيقول اش قلتي يا فريد اش قلتي قلت اخويا انت دار لي خواتم وهاد الماكن وهادي سميتو وتسوق الدرويش الله يصوبك بلاتي ولكاش عندي يا شي حازق عايش في كاريان مسكين قاوم الملك شحال عنده الملك شحال عنده يا شي حازق عايش في باش كاريان تعرفوكم عبيد باش تعرفوكم عبيد جيت تهضر معنا يا الزامل والملك شحال عنده والملك قول الملك شحال عنده علاش ما كتقدروش تدوم مع الملك علاش فريد ستك بلاتي فريد شتي انت هادي ها اخرين زيدوا زيد بصحتك الله يزيدك واش نزيد الملك شحال عنده معنا تاكلوا مع الرجال وتنقولوا واش الملكيه ونعلق الملك انا من هنا نعلق من هنا لمن يشاء الحمار لا يعطي الملك لمن يشاء هذا فريد عايش في كاريان عايش في كاريان طوبه قهرات طوبه رب العالمين ولا الطوبه كتبول عليك الحمار كتهضر انت الطوبه تبول عليك ودير 8 نجمه 6 باش تجي دروك تهضر كونيكسيون ما عندكش كيف الناس اسكت اصاحبي وجيت كتهضر مع السيادة كينايا وجيت تدافع تقول على واحد زامل فين مريح انايا شي ندير لك الله يجزاك ما عندكش في الرجال نهضر انا مع السيادة فريدة علاش ما كتقوليش للملكة فريدة علاش عندك 60 قصر قال لهم اني اتساءل مع المغاربه اين الثروه السلام عليكم هشام. ما تقدرش يعلق امك واش راكم فريد اسكت باش ما نهبطكش فريد غادي تسكت باش ما نهبطك فريد غادي تسكت ولا نهبطك اسكت فريد لا غادي نهبطك اخويا السوبر ستار. السلام عليكم خاوتي جست مع الناس راه كابر في الزريبه لا شوف هشام هشام غادي نوليو نحكموا فيك حنا كنهضر معاك لا رضي عليك هشام العياشي بجوج الناس وغبط فريد غادي تسمع انا ما شوف هذا معاك لي مو ما والو راه مربي في الزريبه والله اسكت فريد غادي تسكت سير قول للملك ديالك قال لك عيشه والله يلعن مخيف عائل امك ها شوف هشام هذا اللايف غادي نديروه نضحكوا اي العياشي اللي طلعوا يقول جوج جمل وهو القحبه ديالنا بصريح العباره هذه هي الهضره. انا راه ما نقول لك قول عشاء ولا قول لا قول اللي يعجبك تفضل اخويا سوبر ستار. السلام عليكم خاوتي جست بغيت نسلم عليك الاخ هشام والاخوه الكرام. الله يحفظك اخويا حنا كونتر العياشه كونتر الملكيه غادي نعلقوا دينها من رجليها باي وجه ما. شوف اخي والله صراحه شوف انا ما نبغيش صراحه ندخل في كما يقول لك كيكون هكا والله الامور الداخليه. اخويا سوبر ستار من فضلك 21 ثانيه خويا سوبر ستار
الملك الحساس البيدوفيل جاب اسرائيل اعداء الله من اجل اقتحام الشعب المغربي والضرب في الشعب الجزائري. فلهذا نحن كشعب مغربي نناضل من اجل التحرير واسقاط هذه الملكيه والديكاج على الاسرائيليين. فوجب على الشعب الجزائري ان يدعم هذا شوف راه الظلم نستعلو بكم. راه الظلم شوف حبيبي، راه الظلم ما يبغي حتى واحد. شوف انا نقول لك زوج كلمات. شوف حبيبي، كما قلت لك انا ما بغيش ندخل هكا كي نشوف هكا مثلا اخوه مغاربه ولا ما بغيش هكا ندخل في الشان الداخلي. لكن كما هذيك المراه اللي تكلمت وقالت الجزائر ولا، انا اليوم كنت مع واحد مغربي انا من بروكسل هكا باش تعرفوا، خدام في المطار تاع زمنتم حبيبي هشام. فوالا مرحبا بك حبيبي. ودوك راني فاكونس هنا في الاسبان، وكنت مع واحد مغربي الصباح وكنا نتفرجوا هكا روبورتاج شديرته الجزيره من اغلى الملوك في العالم. وكنا سبحان الله غير نشوفوا هكا، قلت له دوك نشوفوهم، لان كان العنوان شكون هو؟ محمد السادس. وقال لك وين هذه الثروات وين ماشيين؟ في العطل وفي القصور. المهم لا علينا، هذا الامر داخلي. ما انا غير بغيت نجاوبها هي كي تكلمت وقالت لك باللي الجزائر كلها شوفي هذو اخوه وجاوبيهم معاك، راهم يقولوا لك الواقع وانت جاوبيهم بكل احترام. وثانيا الحاجه اللي صح ضر هي جماعه الصداقه اللي اندارت مع اسرائيل. هذيك من الحق حتى والله فيها بزاف دكاتره مغاربه اللي تكلموا قال لك هذه نورمالمون ما تكونش. كيفاش تدير من بعد مباشره من بعد الحرب على غزه وكاع انت جماعه بركاكم سمعتوا بها جماعه الصداقه هذه يا خويا. شوف المهم الله يهدي الجميع كما يقول لك. وخوتي ربي معاكم ان شاء الله، وربي ينصركم ان شاء الله خويا. الله ينصركم على الظلم. وشكرا. وحاول برك على صديق برك الاخ باش ما يصرالوش مشاكل الاخ والله العظيم. ما نخليوش ان شاء الله. شوف نجاوب الاخ تفضل. الاخ ديالي حنايا الملك ديالنا دار اخر خطاب وكيتسائل كيقول اني اتساءل مع المغاربه اين الثروه. هذا كيدل بالله ان الملك ديالنا مسكين فهمت قاسوه مرض الزهايمر، فهمت الاطباء حاروا فيه، فهمت